عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. جيتكم اليوم، نعرف غبت عليكم برشا، أما جيتكم اليوم وجبت لكم معايا وصفة هايلة برشا. كالعادة مقادير بساط وموجودين في كل دار. تعاونكم توا سختو رمضان، إن شاء الله رمضانكم مبروك، ينعاد عليكم بالصحة إن شاء الله وتصوموا بالصحة والعافية. دونك مقادير كما قلت لكم موجودين في كل دار. تبروفيتيو من الوصفة هذه البريود هذه سورتو قبل العيد باش تحسن لكم الكاليتي نتاع شعركم. به الوصفة من شنو تتكون؟ الوصفة نتاعنا الباز نتاعها اليوم هو الماء ونشاء. ناخذ مغرفتين نشاء. نحكي لكم على النشاء والفوائد نتاعو. دونك النشاء يحسن نمو الشعر، يعاون على زيادة نمو الشعرة، يقلل من التقسيم في لي زيكستريميتي في لي بوانت بتاع الشعرة، تبدا الشعرة تتقسم من لوطة وتتحل لين تتكسر كلها وتضعف، هذاك يعاون انه ينقص. يحمي الشعرة، يقوي الجذور متاع الشعرة، يعاون على علاج القشرة بالنسبة للناس اللي تعاني من القشرة، وحتى للناس الصغيرات اللي عندهم القمل. وتوا في الوقت متاعنا هذا ولا ياسر ديلج ورجع مشكلة القمل، راو يعاون وينحي القمل. الانغريديون الثاني اللي هو الفازلين، والناس الكل نعرفوه. بالنسبة للفازلين يعزز صحة الشعرة ويعاون على الشعر انها تولي ليس ويغذيها. وكيف زادة النشاء والفازلين راهم يعاونوا على انهم ينحيوا القمل. اما احنا اليوم مش هذا السوجي متاع الفيديو متاعنا. الفيديو متاعنا اليوم والوصفة متاعنا اليوم باش تعاوننا على ان نحسنوا من الكاليتي متاع شعرنا. الانغريديون الثالث معنا لليوم اللي هو الزيت زيتونة. والزيت زيتونة حكيت عليه برشا في الفيديوهات متاعي السابقة. دونك الزيت زيتونة يوقف تساقط الشعر، سورتو توا احنا خارجين من سيزون وداخلين في سيزون متاع الصيف. دونك اكل البريود اللي تتبدل منها من سيزون نعرفوا اللي الشعر تولي فراجيل وتطيح برشا، وسورتو توا رمضان برشا لي فيتامين يتيحوا لنا. دونك برشا ناس تولي تعاني من تساقط الشعر. يعالج القشرة بيان سور، يحفز نمو الشعرة، يقوي الشعر ويغذيه، يرطب الشعر بعمق سورتو للناس اللي تعاني من جفاف الشعر. داكوغ، يحارب أكل التقصف، يكثف معناتها ينقص من هيشان الشعر سورتو الناس اللي زاد كيف شعرها هايج. وسورتو بالنسبة للناس اللي عندهم اللي يحبوا يأجلوا عملية الشيب نتاعهم، راو يأجل الشيب. معناتها ما نقولكش ينحي الشيب إذا طلع الشعر الأبيض صايي، أما المواظبة على زيت زيتونة راو يأجلك في إنه شعرك يبيض مخر. والانغريديون الاخراني اللي هو الزبدة. دونك الزبدة ترطب الشعر بعمق، الزبدة تخلينا ما نقصوش الشعر التالف. علاش؟ على خاطر الناس اللي عندهم ديما احنا تعرفوا لي زيكستريميتي نتاعنا هما اللي نمشوا نحففوهم. دونك الزبدة تعاود ترجع الحياة للشعرة التالفة والمتقصفة. دونك ننصحكم بالنسبة لشعرهم ملوطة مكسر برشا، سورتو الناس اللي تستعمل الماش برشا، اللي تعمل برشا اللي تعرض شعرها برشا للحرارة للسشوار ولا للبلاك والكل، ننصحكم بالزبدة. راو المواظبة على زبدة مرة في الجمعة ملوطة في لي زيكستريميتي متاع الشعر، راو بشوية مش من الاستعمال الأول، أما نضمن لكم بعد رابع أو خامس استعمال الشعرة ترجع للحياة متاعها. وبيان سور تغذي الشعرة وتقاوم التكسير الشعرة. دونك انا لهنا شنو باش نبدا نعمل؟ باش نجي ناخذ النشا متاعي انا بويسك شعري طويل انت وشعرك، باش ناخذ مقدار مغرفتين كبار متاع نشا. داكور، وباش نصب عليهم الماء، ماء من السبالة، ماء عادي، او كنحط الماء ونخلط وعيني ميزاني. هنا انا باش نزيد شويه ماء، وباش نهز الميلانج هذايا نحطو على الغاز ونطيبو عادي لين يولي لاسبي نتاعو كريموس. نهزو نعملو على الغاز ونرجع لكم. هنا انا كملت النشا، شوفوا التكستور اللي نتحصلوا عليها اون ديغي كريم. توا وهو سخون باش نزيدو مع بعضنا مغرفه فازلين باش تذوب لنا الفازلين في النشا وهو سخون. دونك هذه مغرفه الفازلين نتاعنا وهذه الزبدة نتاعنا نحطوهم وهما سخان
ونقعدو نخلطو بالكدا لين تدخل هكا الزبدة والفازلين يدخلو في النشا بالكدا. داكوغ، كيف ما وصيتكم نحطو الزبدة والفازلين في النشا وهو سخونة باش يتجانسو مع بعضهم. هاكا هنا مازلت شوية الفازلين مذابتش بيان كوم يلفو. وقت اللي نتحصلو على ميلانج هوموجين نزيدو زيت زيتون متاعنا. هنا مقدار 3 مغارف زيت زيتون. اللي ما عندوش زيت زيتون ينجم يعوضو باي زيت اخر، زيت اللوز الحلو، زيت الخروع، اي زيت داكور متوفر عندكم. اما هي من المحبذ انها تكون كيف ما وريتها لكم الوصفه. نقعدو نخلطو لين تتجانس بالكدا، وهكا نكونو تحصلنا على كريم عملناها في الدار. ننصحكم تعملوها كل جمعة مرة في آخر الأسبوع، نعملوها شعر كامل من لي غاسين حتى يكش لي بوانت، ساعتين من زمان نخليوها في شعرنا وبعد نغسلو. في الغسيل ينجم الفازلين راهو يعطلنا شوي. باغ اكزومبل انتي مستان تستعمل مرتين شامبوان تولي تعمل 3 فوا شامبوان وتغسل شعرك على روح. ودو بريفيرونس بعد ما تكمل الماسك هذه ما تعرض شعرك للحرارة باش تلقى نتيجة سريعة. ان شاء الله نكون فتكم اليوم، ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي باللي غوتو نتاعكم. ما بقى لي كان نقولكم باي باي، نبوسكم برشا وشهية طيبة.